عماد جاد من مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عضو في حقوق الإنسان وعضو في حقوق المرأة ونائب مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية. ده ماله ده بقى كمان يا عم؟ المشرحة ناقصة قتلة. ده أخبث قبط ممكن تشوفه في حياتك. تخيل بيقولك إن الثورة قامت عشان التدين الزائد وعشان إلغاء أسلمة الدولة بتدين شكلي، ومات قدام الشواطئ طبعا الأوروبية. تدين شكلي، تدين شكلي كره المصريين في بعض. أيوة. بقى ما عندهمش مشكلة غير ان ده صح وده غلط، وقنوات دينية على النايل سات تبث، وقنوات دينية يعني فتم تشويه الطبقة الوسطى. فربنا كرمنا وجه هذا الجيل اللي هو في عموده الفقري بالأساس من الطبقة الوسطى، وقال لأ، أنا زي ما أنا شال شوية التراب اللي موجودين على الطبيعة المصرية وفجر أندل ثورة. يا راجل، الثورة قامت علشان تشيل التراب اللي على الشعب المصري المتمثل في البرامج الدينية؟ تصدق كده شكلك كان قد معاك 3 حلقات لوز يعني. شكلك ما كنتش بتشوف الناس اللي في التحرير وهم ما بيفوتوش صلاة، ولا صلاة الجمعة اللي كانت بتخليك تعمل بتبيع على روحك. هيبقى فيها مشكلة. زي مثلا أنا سمعت مطلب من الشباب اللي موجود حوالين مسبير إزالة المادة الثانية. أنا واحد من الناس أنا مع إزالة المادة الثانية، بس مش دلوقتي. عندنا ناس بتتكلم على وضع دستور جديد لمصر. لما يوضع دستور جديد هيتم التعامل مع المادة الثانية. أنا عايز أعمل مطالبي على إزالة المادة الثانية. أنا واحد من الناس أنا مع إزالة المادة الثانية، بس مش دلوقتي. عندنا ناس بتتكلم على وضع دستور جديد لمصر. لما يوضع دستور جديد هيتم التعامل مع المادة الثانية. أنا عايز أعمل مطالبي على لا ناصح انت والست الكتكوتة دي، هما دلوقتي مش فاضيين لإثارة المادة التانية. هما شغالين على حشد الشعب في اتجاه ليبرالي علماني يسار اشتراكي شيوعي. المهم ابعدهم عن الدين، ولما يبقى مجلس الشعب والحكومة كلهم منهم ساعتها مش مهم المادة التانية تتلغي. كده هيلغوها سواء بقوانين او اعلام او تعليم. المهم انهم هيلغوها من عقولنا. ما نعمل من اجله. لذلك ما اود ان اؤكد واشدد عليه. واحد، اتمنى ليس لدينا اتصالات مع اقباط المهجر، لكن انا بستغل برنامجكم واقول الرجاء التوقف عن اثارة هذا الموضوع، لاننا بذلك نضر المسيرة التي نسير فيها. والمادة الثانية ستزال لكنها مسألة وقت. ذلك نضر المسيرة التي نسير فيها. والمادة الثانية ستزال لكنها مسألة وقت. ذلك نضر المسيرة التي نسير فيها. والمادة الثانية ستزال لكنها مسألة وقت. إثارتها من جانب الأقباط سيجعل الإخوان والتيارات السياسية يدفع شيخ الأزهر. وده اللي حصل على فكرة يا دكتور عماد. أنا بقيت يعني دعوة حضرتك للتوقف عن الإثارة دي دلوقتي، لأنه اللي حصل فعلا في الفترة اللي فاتت إن تكونت مجموعات سلفية وتكونت مجموعات بتجمع توقيعات لعدم المساس بالمادة الثانية، وعلى الجانب الآخر زي ما قلنا مجموعات من الأقباط وبيانات من أقباط المهجر وما إلى غير ذلك بيطالب بضرورة يعني إن المادة الثانية يعني يتوقف أو تزال من الدستور. فهتبقى فعلا هناك هتظهر دلوقتي حروب، وهتظهر فعلا نوع من أنواع الحساسيات، وده مش مطلوب أعتقد في الفترة اللي جاية. شوفي هقول لحضرتك، وهثبت لك يا عم ان عماد جاد ده بيعلنها صراحة ان المادة التانية بيتمنى انه يزيلها من العقول قبل الدستور. المصرية الموجودة حاليا والتلاحم الوطني اللي موجود هو إثارة المادة الثانية من جانب الأقباط. يعني حينما دخلنا في حديث مع المستشار هشام بسطويسي قال أنا أؤمن أنه لابد من إثبات المادة الثانية، ولن أقبل بهذه المعاكسة في هذه المسألة، لكن دعونا نتعامل معها بشكل موضوعي ونرفع سقف المطالب. نقول إزالتها الآن، لكن حينما تأتي على لسان أو بمطلب من المستشار هشام بسطويسي، وهو رجل نائب رئيس محكمة النقد وهو رجل مشهود له بالنزاهة والكفاءة، يمكن أن يدخل في حوار. حتى هشام البسطويسي ده انتوا عصابة يابا، والخبز بتاعكوا ده هنكشفه ان شاء الله، سواء صدرتوا اقباط او مسلمين متنصرين او علمانيين او ليبراليين. القاعدة الشرعية والدينية والاقتصادية لهذا الحزب بحيث اننا نأخذ مساحة كبيرة من المصريين. وبالمناسبة وهو ده اللي شغالين عليه، تكسبوا اعداد كبيرة من المسلمين. معلش بكرة اللي مخدوع فيكوا هيديكوا بالجزمة، واللي عارف حقيقتكوا وماشي معاكوا جهنم اللي تودي. حزبا يشكل حزبا، لكن بعد ان
نبدا الاستعداد لدخول انتخابات، بالتاكيد ستجلس الاحزاب القريبه من بعضها فكريا، تجلس مع بعضها البعض حتى لا نفتت الاصوات. والمساله ليست شخصيه وليست بس المجد، يمكن لاننا سنعتمد ايضا نظام القائمه النسبيه، القائمه النسبيه بمعنى ان كل حزب بيقدم قائمه بمرشحيه، وبالتالي يمكن عمل اتفاقات ائتلافيه مع احزاب كثيره. ما اود ان اؤكد عليه ان المساله ليست سهله، نشهد اياما صعبه ونحن نعيش هذه الايام الصعبه، لكن ليست خطره، بمعنى ان السياسه بحكم التعريف تتضمن مناورات ومراوغات وكر وفر، وبالتالي لدينا نخب سياسيه مهمه، لدينا شخصيات اكاديميه، لدينا سياسيين، ولدينا طيب يعني ألخص من كلام حضرتك، وهو ده التحالف اللي بيشتغلوا عليه، وكمان القايمة النسبية اللي هتخدمه من جانب الآباط بالذات ومن جانب آباط المهجر، لأنه حضرتك عارفة إنه مسألة آباط المهجر بقت ستيريوتايب في مصر. نجحت الإخوان مع النظام السابق في تشويه المفهوم، وبدوا كأنهم أعداء للوطن. يعني بذلنا جهدا كبيرا لتفكيك هذه المسألة، وحينما نطالب بأن يكون التصويت بالرقم القومي وأن يصوت المصريين في الخارج في هذه الانتخابات، نحن نتطلع إلى دور إيجابي وفاعل لكل المصريين في الخارج ومن بينهم أقباط المهجر، وبالتالي لا ندخل في تراشقات من هذا النوع. شوفوا نيتهم يا جماعة، والله العظيم العالم دي أزبل من الزبالة. بيشتغلوا على حق تصويت المصريين المقيمين في الخارج، مش عشان مصر، لا، علشان أقباط المهجر.